شيرين عبد الوهاب تثير غضب الجمهور في حفل الكويت. بتحبوا حسام والجمهور يرد منعانا من كل حاجة وانت مقضياها. تصدرت النجمة شيرين عبد الوهاب ترند موقع تدوينات تويتر بعد حفلها الغنائي في الكويت الذي شهد إقبالا كبيرا. صدم الجمهور الكويتي الفنانة شيرين عبد الوهاب في حفلها حين سألتهم عن زوجها الفنان حسام حبيب على المسرح الذي تعود له لأول مرة منذ أزمتها الأخيرة. وسألت شيرين عبد الوهاب الجمهور بتحبوا حسام حبيب ولا ايه؟ لا يفاجئها الحضور جميعا بجواب النفي: لا، ما بنحبهوش، ما تسبب في حالة من الحرج لها. ووجهت الفنانة شيرين عبد الوهاب رسالة إلى المطرب فضل شاكر في حفلها بالكويت، وذلك بعد أزمة زيارتها له مع زوجها حسام حبيب خلال وجودهما في لبنان. ومازحت النجمة شيرين عبد الوهاب الجمهور أثناء حفلها في الكويت، حيث قالت بطريقة ساخرة على المسرح: الله يخرب بيت المشاعر، وسط تصفيق حار من الجمهور. وقالت شيرين عبد الوهاب: أرسل سلامي لفضل شاكر وزيارته عزيزة جدا على قلبي، لكن كمان السلطات وبيادة الجيش اللبناني على دماغي من فوق. وغلبت الدموع الفنانة شيرين أثناء غنائها أغنية جرح تاني خلال حفلها بالكويت، والتي أدتها بتأثر كبير لم يسبق غنائها بهذا الشكل من قبل. وتفاعل الجمهور مع شيرين حيث علقت متابعة عليها قائلة: دمعتك غالية يا شيرين. كما داعبت شيرين جمهورها بقولها: برضو مش هعيط، هنلاقيها منين ولا منين، يلا نرقص شوية وانسوا عشان تعرفوا تعيشوا. وانطلق حفل شيرين عبد الوهاب في الكويت وسط حضور جماهيري كبير. وتألقت شيرين عبد الوهاب خلال الحفل بعدد من الأغنيات، من بينها على بالي، وسط تفاعل الجمهور معها بحرارة شديدة. كما قدمت شيرين مقطع أهرب من قلبي أروح على فين، من أشهر أغاني كوكب الشرق وأم كلثوم، من أغنيتها دارت الأيام، كلمات مأمون الشناوي وألحان محمد عبد الوهاب.